أهلا بيكم في الحلقة 23 من بودكاست دقيقة تنقذ حياة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الصدمة، والنهاردة هنتكلم عن التسمم. لو طفل شرب بالخطأ شوية منظف من اللي في البيت، أول حاجة ممكن تيجي في بالك إنك تخليه يرجع اللي شربه، صح؟ تعالوا في الأول نعرف التسمم بيحصل إزاي. التسمم بيحصل لما مادة ضارة تدخل الجسم، سواء عن طريق التنفس أو البلع أو من خلال الجلد. ومن أشهر أسبابه الغازات أو المبيدات والأكل الفاسد وجرعات الأدوية الغلط والمنظفات والمواد الكيميائية في البيت. ومن علامات التسمم الغثيان أو القيء وألم شديد في المعدة ودوخة أو صداع وصعوبة في التنفس وارتباك أو فقدان الوعي. طب نتعامل إزاي مع التسمم؟ أول حاجة، ابعد المصاب فوراً عن مصدر التسمم واتصل بالإسعاف. لو المادة على الجلد، اغسل المكان كويس بالمية، ولو استنشق غاز، خدوا المكان فيه هوا نظيف، وما تحاولش تجبر المصاب على القيء إلا لو الطبيب قال كده. وفي نهاية الحلقة حابين نقولك إن الوعي البسيط في البيت ممكن يحمي أسرة كاملة من خطر كبير. استنونا في الحلقة الجاية، وما تنساش تشارك الحلقة، يمكن توصل لحد محتاجها.